مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من بيولوجي وذ ارساني. الجزء الاولاني من الحلقه بتاعتنا في لما كنا بنتكلم على التغذيه في الكائنات الحيه. عموما كنا بنتكلم على ايه هي النيوتريشن important ليه. وبعد كده اتكلمنا على النيوتريشن ان بلانت، واتكلمنا على انه البلانت بيقوم ببروسيسز كتيره جدا عشان يقدر ان هو يعمل الفود بتاعه بنفسه. وعرفنا كمان ان هو ليه طرق يقدر يابزورب بيها الووتر والنيوترينت من السويل عشان توصل للبليسز اللي موجودة فيها. طيب، ووقفنا لحد البوينت دي. النهاردة هنكمل الكلام بتاعنا وهنعرف عن أهم بروسيس البلانت بيعملها عشان يجيب أكله بنفسه، وفي نفس الوقت أهمية البروسيس دي لينا على طول. كل ده هنعرفه على طول بعد الانترو. طيب، وزي ما احنا شايفين كده قدامنا النهارده احنا بنتكلم على الفوتوسينثيسيس في الجرين بلانت او البناء الضوئي في البلانت في النباتات عموما يعني. الفوتوسينثيسيس مهم ليه؟ ايه الأهمية؟ يعني هو ايه النبع بتاع الأهمية للعملية دي؟ ايه أهمية العملية دي عشان تكون عملية مصيرية جدا بالنسبة لك كإنسان عايش، وبالنسبة للنبات نفسه؟ بعجالة جدا وبصورة سريعة جدا نقدر نقول انه العملية دي مهمة جدا للبلانتس وللنباتات عشان تقدر تعمل اكل بتاعها بنفسها. وفي نفس الوقت انت اتعلمت في السنين اللي فاتت اهمية الفوتوسينثيس بروسيس واهمية عملية البناء الضوئي، عشان عملية البناء الضوئي والفوتوسينثيس بروسيس بتدي لك اكسجين بيطلع وانت بتتنفسه، والبلانت بياخد الكربون دايوكسيد اللي انت بتطلعه من الاكزيليشن بروسيس. طيب، في نفس الوقت البلانت مهم بالنسبة لك عشان الايكونوميك لايف بتاعتك. تمام، البلانت مهم ليه جدا لان انت بتاخد منه كروبس، بتاخد منه محاصيل، بتاخد منه فود، بتاخد منه فيتامينز، بتاخد منه كاربز، بتاخد ليبيدز، بتاخد بروتين. ناس كتيرة جدا الدايت بتاعها entirely made وقائم على eating plant، ودول احنا بنسميهم vegan او vegetarian. في نفس الوقت الفossil fuel اللي انت بتتعامل بيه ده الاصل بتاعه بيكون plant. خليني اقول لك مثلا انه الكول بتاعك، الفحم اللي انت بتستخدمه، سواء مثلا عشان زمان مثلا كنا بنشغل بيه مصانع، بنشغل بيه قطورة، دلوقتي ممكن نشغل بيه محطات كهرباء، ولو انها طبعا مكلفة جدا على حساب البيئة. بتستخدمه مثلا في الشوي، بتستخدمه مثلا في اوقات كتيرة مثلا عشان تقدر انك انت تدفي بيه مكان، تحافظ عليه. الخشب اللي انت بتستخدمه سواء مثلا عشان تعمل ترابيزة، عشان تعمل كرسي، عشان تعمل اي نوع من انواع الفurniture في بيتك، كل ده جاي من البلانت. الورق اللي حضرتك بتكتب عليه وبتصوره وبتطبعه ده جاي من البلانت. الانيمالز بالنسبة لك اللي انت بتتغذى عليها بتربيها، البلانت الانيمالز دي بتاخد اكلها كله من البلانتس. اذا البلانت مهم جدا في حياتك كمن ناحية economically، من ناحية food، من ناحية energy، مهم جدا جدا جدا. photosynthesis process كمان بتحافظ على ال concentration بتاع الأكسجين بالنسبة لك عشان يكون level at 21%، نسبة 21% من الأتموسفير بتاعنا معمول من الأكسجين. طبعا ده خد ملايين السنين عشان النسبة دي تبقى واقفة عند 21% بتاعتها. طيب، ايه المواد الخام بتاعتك في الفوتوسينثيس بروسيس؟ المواد الخام بتاعتك في الفوتوسينثيس بروسيس ووتر، وده السورس بالنسبة للهيدروجين اللي موجود عندك. تمام، نيدد للبلانت عشان يقدر يعمل ريدكشن للكربون دايوكسيد. تمام، ودي اول ستيب من خطوات الفوتوسينثيس بروسيس. وبعد كده الكربون دايوكسيد، وده الاونلي سورس اللي البلانت بيجيب منه كربون. خليني افكرك بحاجة حضرتك اتعلمتها في اولى ثانوي، ان
كل الاورجانيك ماتيريال وكل البيولوجيكال ماتيريال اللي انت بتتعامل معاها، سواء كربوهيدرات، ليبيدز، بروتين، نيوكليك اسيد، البيس بتاعها بيكون كربون، الاساس بتاعها هيكون كربون. فانت تقدر تقول عن نفسك a carbon based organism او كائن حي معمول من الكربون. طيب ايه تاني بلانت ممكن يحتاجه؟ بلانت ممكن، وهتلاقي كمان ان هو الاحتياج بتاعه ده كنا اتكلمنا عليه في الجزء الاولاني، هي المينرالز. لو تفتكر كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على الماكرو نيوترينتس والمايكرو نيوترينتس، وكان الفرق ما بين الاثنين ان الماكرو نيوترينتس البلانت بيحتاجهم بكميه كبيره، المايكرو نيوترينت البلانت بيحتاجهم بكميات ضئيله جدا وقليله جدا، ممكن توصل ان هي تكون ملي جرام او مايكرو جرام ايفن حتى كمان بالنسبه في الليتر. طبعا عندنا النيتريت والفوسفيت والسلفيت مهمين جدا جدا عشان يقدر ان هو يعمل كونفرت للكربوهيدرات into بروتين. الفوسفورس مهم قوي 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 عشان ده ستراكشر، الفوسفورس بنحتاجه عشان في ستراكشر مهمه قوي في عمليه الفوتوسينثيز، تقدر ان هي تكاري انرجي، بيشتغل as an energy carrier. المغنيسيوم مهم قوي بالنسبه للسينثيسيس بتاع الكلوروفيل، وهنعرف ليه. الايرن، طبعا حضرتك تستغرب دلوقتي، حضرتك تستغربي دلوقتي، هو انت محتاج الايرن ليه؟ الايرن مهم جدا جدا عشان building enzymes، والانزيمز دي اهميتها في ان هي تقدر تخلص البروسيس بتاعه الفوتوسينثيسيس وتكملها للاخر. اذا معنى الكلام دوت ان عمليه الفوتوسينثيسيس هي عمليه متكامله بتحصل، والعمليه المتكامله دي محتاجه اجزاء مهمه، والاجزاء المهمه دي ما ينفعش يكون فيها اي نقص. اي نقص في الاجزاء دي هيخلي البلانت الموجود عندك تكون حالته ضعيفه جدا، وبالتالي مش هيقدر البلانت ان هو يعيش، ولو انت معتمد عليه مثلا في حياتك هيبقى صعب انك انت تعتمد عليه. طيب ايه البرودكت بتاعت الفوتوسينثيسيس وايه هو الريت بتاع الفوتوسينثيسيس؟ ودولت حاجتين مهمين. البرودكت بتاع الفوتوسينثيسيس بالنسبه لك هو الشوجر، او اللي احنا هنقول عليه فود، او اللي هيتقال لك عليه جلوكوز. اي ترمينولوجي انت عايز تسميه شوجر، عايز تسميه فود، عايز تسميه جلوكوز، سميه زي ما تسميه، اي حاجة من التلاتة دول تمام بالنسبة لك. بلس، بلس بنلاقي ال production of energy during the respiration process. تمام. في نفس الوقت formation of starch اللي هو الجلوكوز او الفود اللي موجود عندك، وفي نفس الوقت a by product تقدر تعتبره waste product اللي هو الاكسجين waste product. بس ال waste product دوت important بالنسبة لك عشان حضرتك تقدر تاخد نفسك. البارت التاني هو الريت اوف فوتوسينثيسيس. هو الفوتوسينثيسيس بيحصل بريت قد ايه؟ يعني السرعه بتاعته قد ايه؟ الريتم اللي بيحصل فيه بيكون قد ايه؟ هل هو سريع جدا؟ طب بطيء جدا؟ طب ايه اللي ممكن يتحكم في السرعه، وايه اللي ممكن يتحكم في البطء؟ يعني اسرعه ازاي، ابطئه ازاي، اقدر اتحكم في الكلام ده ازاي؟ كل دوت بيكون راجع لمجموعه من الاختبارات، ويخليني اثر عليك الحوار ده كله. لما نيجي نبص مثلا انه estimating الاماونت بالنسبه للكاربز اللي موجوده in تايم يونت، او دقيقه او ساعه مثلا under good condition من الاليمينيشن، الريت اوف photosynthesis هيكون 1 جرام of carbohydrate in an hour per each meter square of the leaf surface. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت عندك ورقة شجر او مجموع ورق الشجر اللي موجود عندك بيغطي 1 سكوير متر، يعني متر مربع واحد، ففي مدة ساعة في illumination condition كويسة، يعني ظرف إضاءة كويس، الشمس طالعة كويس مثلا الساعة 12 الظهر، والورق عامل لك مثلا اريا مثلا تقريبا بتاع الشجر تقريبا 1 سكوير متر، بواحد متر مربع، فلمدة ساعة الورق دوت هيطلع لك 1 جرام من الكربوهيدرات اللي موجود عندك. لأنه في ورق شجر هتلاقي مساحة السطح بتاعته كبيرة، في ورق شجر مساحة السطح بتاعته صغيرة. تمام. فطبعا احنا بقول لك لازم مساحة 1 متر مربع هتطلع لك لمدة ساعة هتطلع لك 1 جرام من الكربوهيدرات. بالنسبة لك دي كمية قليلة، بس طبعا مع الكمية الكبيرة الفوتوسينثيسيس اللي بيقعد بالساعات بيتعمل، وعدد ورق شجر ضخم جدا جدا جدا، فطبعا بتلاقي انه الكمية بتكون اعلى من كده بكتير. في نفس الوقت
نقدر كمان نحسب الريت بتاع الريسبيريشن بان احنا نشوف الاكسجين بابلز اللي طالعه قد ايه. احنا اوريدي عارفين انه، ولسه قايلين انه الاكسجين بيطلع as a باي برودكت. طيب لو انا جيت وجبت بلانت وخليته يعمل فوتوسينثيسيس، اوكي، طيب البلانت دوت الاكسجين اللي طالع دوت هيبتدي ان هو يطلع اكسجين بعد الفوتوسينثيس بروسيس، ماشي مفيش مشاكل. طب بعد ما تطلع بعد ما تطلع الاكسجين ده يا سيدي، انا هشوف انت هتطلع بابلز قد ايه. انا هروح جاي موصل التيوب الموجود فيها البلانت بديفايس كده اهوت، بحوض ميه، خلاص، واشوف كميه البابلز اللي طالعه قد ايه، واشوف الاكسجين ده هيزيح الميه قد ايه. ولما يزيح الميه كده تمام، كده انا عرفت الريت بالنسبه الفوتوسينثيز الموجود عندك. اذا انت عندك طريقتين، يا اما هتحسبها بالطريقه الاولانيه اللي هو انت عندك افريج اللي هو بيكون 1 جرام بير اور، تمام، بير متر سكوير، او ان انت تشوف انت عندك اكسجين بابلز قد ايه، يقعد يبقلل قد ايه. طيب وده حاجه تحسسك ان احنا في الاعماق شويه، not typically. طيب بيحصل فين الفوتوسينثيسيس ده؟ بيحصل فين؟ السنه اللي فاتت اتعلمت في السيتولوجي او السيلولر بيولوجي او السيل التروستراكشر ان البلانت سيل عندها كلوروبلاست. طبعا عندها اكتر من نوع من البلاستيد، يعني عندها كلوروبلاست، عندها ليوكوبلاست، عندها كروموبلاست، ولكن احنا هنتكلم على the most significant type of plastid that ever been there in plant, which is chloroplast. احنا بنتكلم على chloroplast. الكلوروبلاست لونها اخضر عشان هي موجود فيها كلوروفيل، تمام. هي المين سايت بتاع الفوتوسينثيسيس هو الكلوروبلاست. طب فين الاقي الكلوروبلاست؟ في البلانت سيل بتاعت مين؟ بتاعت الجرين ليفز، عشان كده هي لونها اخضر، تمام. وفي نفس الوقت تلاقيها كمان في الجرين هيرباكيو سيستم. ايه ده؟ ايه الجرين هيرباكيو سيستم دي يا ارسنال؟ طيب الجرين هيرباكيو سيستم، الشباب طبعا يحب ياكل جرجير، يحب ياكل فول على العربية، يحب ياكل جرجير. لو تاخد بالك هتلاقي ان الستام بتاع بلانت زي الجرجير لونه اخضر. ستام بلانت زي البارسلي، زي السلانترو او البقدونس، تمام، او الكزبرة انا اسف، تمام، البارسلي اللي بقدونس، خلاص، هتلاقي ان الستام بتاعه لونه اخضر. جميل. الستام الاخضر دوت اسمه هيرباكيو ستام، على عكس الستام بتاع الشجر. ستام الشجر ده بنقول عليه وودي ستام، معمول من الخشب، يعني ايا كان هو ايه، بس كأنه معمول من الخشب، زي مثلا الترابيزه دي، تمام. طيب وبنلاقيها كمان موجوده في الكولينكيما تيشو. الكولينكيما تيشو، ارجع للحلقات بتاعتنا بتاعت اولى ثانوي، هسيب لك لينك في الديسكريبشن لحلقات اولى ثانوي بالنسبه للسيل بيولوجي، لو عايز ترجع لها تفتكر برضو شويه الترمينولوجيز والحاجات اللي ناقصاك. طيب شكلها ازاي؟ لو تاخد بالك انه ده منظر الكلوروبلاست. منظر الكلوروبلاست عندها دبل ممبرين، اوكي، inner membrane و outer membrane، وفي نفس الوقت في inter membrane space ما بين التو membranes، ما بتعملش اي حاجه خالص، ملهاش اي وظيفه تذكر على الاطلاق خالص. وفي نفس الوقت احنا موجود عندنا المادة الأساس أو الاستروما، أو تقدر تعتبر الاستروما دي شبه السيتوبلازم بتاع السيل. جوه الاستروما في رايبوزومز وفي بيسز من الدي ان اي. طبعا حضرتك هتسألني يا مستر أرساني، هو الدي ان اي ده بيعمل ايه؟ طبعا لنظريات كتيرة جدا 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 عن الاوريجين بتاع السيل ونشأة الخلية كانت عاملة ازاي. البريزنس بتاع دي ان اي سواء في كلوروبلاست او الميتوكوندريا، فده راجع لانه كلوروبلاست والميتوكوندريا they were once living organism، كانت كائنات حية عايشة
وكانت حية بروكاريوتك يعني، وبسيطة جدا جدا، كانت عايشة لوحدها. طيب ازاي بقى وصلت ليه ان هي تكون موجودة في البلانت سيل، وازاي هي ديفلوبد، ده وقت تاني ليه، حوار تاني خالص. طيب هتيجي تبص كده هتلاقي ان جوه السيل، جوه الكلوروبلاست الموجودة عندك، عندنا حاجة اسمها الثايلاكويد. الثايلاكويد هو قرص واحد من الاقراص اللي موجودة عندك كتير دي. تمام. بنلاقي انه الصفوف الكتيره دي بنسميها جرانا. يعني تاخد بالك هنا انا عامل لك خط اسود كده راجع لكل الصفوف دي كلها من اول هنا لحد هنا، دول كلهم اسمهم ايه؟ اسمهم جرانا. تمام. لكن الواحده منهم، الواحده من البانكيكس او الديسكات اللي موجوده عندك دي اسمها ثايلاكويد. جوه كل ثايلاكويد في حاجه اسمها ثايلاكويد لومن او ثايلاكويد سبيس، ودي بيكون جواها الكلوروفيل اللي موجود عندك. طيب تعالى كده نتكلم على المقاسات بتاعتها، مين موجود فين، مين بيعمل ايه بالظبط. لو تاخد بالك انه هتلاقي انه الكلوروبلاست موجود عندها دبل ممبرين، والدبل ممبرين ده بيكون around 10 نانومتر in thickness. بص حاجة صغيرة جدا 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 جدا. خلاص. جوه الكلوروبلاست عندي الستروما. الستروما دي colorless proteinatic substance، اوكي، مادة بروتينية شفافة ملهاش اي لون. جوه الاستروما في عندي disc shaped جرانا، اللي هو الصفوف. كل جرانا من الجرانمز دي بيكون half micron in diameter and about 7 0.7 micron in thickness. يعني طبعا انت هتلاقي ان الدايمتر بتاعها دوت اللي موجود عندك. تمام. الدايمتر ده من هنا لحد هنا بيكون 0.5 مايكرون، والثيكنس بتاعها، التخن بتاعها، بيكون 0.7 مايكرو متر. ده بالنسبة للدايمتر والمقاسات. خليني كمان اقول لك انه المسافة من هنا لهنا كانت 10 نانو متر. طيب هتلاقي انه كل ثايلاكويد يبتدوا ان هما يأكيوميليت اوفر بعض، يلزقوا اوفر بعض اوفر بعض اوفر بعض اوفر بعض. اللزقه اوفر بعض دي لحد ما يعملوا لك كده مثلا ايه بتاع 10 15 يعني ايه 10 15 واحده كده فوق بعض. كان كده بتجمع كراسات مثلا، او بتجمع بانكيك في حد يعني الناس اكيد عارفه كل بانكيك هو عباره عن ايه. فبنلاقي ان هو مجمع له مثلا 10 15 واحده فوق بعض كده اهوت. ممكن اكتر ممكن اقل عادي، يعني هو بنتكلم في افريج نمبر. خلاص. كل ديسك من الديسكات دولت بيكون هولو من جوه. في نفس الوقت ممكن الاقي انه ديسك كده ممكن يطول، تمام، يبتدي يحصل اكستنشن ويروح جاي داخل مع نيبرنج جرانم تاني. يعني تحس كده ان هم كده عاملين زي شبكة مع بعض، وكلهم مسمعين مع بعض ولازقين جنب بعض. طيب الفايدة الأساسية بتاعتهم هم ان هم موجود عندهم البيجمنت، هم اللي موجودين عندهم الصبغة. تمام. الصبغة اللي مسؤولة عن ان انت يكون موجود عندك لون. طب ايه الصبغات اللي موجودة عندك دي؟ احنا موجود عندنا 4 صبغات. اول صبغة موجودة عندك هي كلوروفيل A، وده بلو جرين، لونه ازرق مخضر او اخضر مزرق على حسب انت عايز توصفها ازاي. وده هو كلوروفيل بي اللي هو بيكون يلو جرين او يلوش جرين او جرينيش يلو برضو، اصفر مخضر او اخضر مصفر برضو انت عايز تسميها ازاي. لكن الاتنين بيدوا لك الاخضر الغامق جدا ده كلوروفيل A، وكلوروفيل بي بيدي لك الاخضر الفاتح شويه اللي هو جاي على الليموني شويه. ودولت الاتنين مع بعض they represent around 70% من التوتال باكج بالنسبه لل pigments الموجوده عندك. النوع التاني بعد كده عندنا الدانسوفيلز، والدانسوفيلز بيكون على اصفر شويه، عشان كده انا كاتب لك ليمون يلو. تمام. فطبعا انت هتلاقي ان هم بيكونوا لونهم مصفر، ده اللي بيبتدي يدي اللون الاصفر للورق والحاجات الباتلز بتاعت الفلاور. تمام. او مثلا اللون الاصفر مثلا بالنسبه مثلا لليمون او غيره يعني. بعد كده عندنا الكاروتين، والكاروتين بيكون على الاورنج يلو، لون الاورنج شويه، لون البرتقاني شويه، وده بيكون around 5%. طيب ولكن خليني اقول لك، انت هتلاقي ان الدومينيشن اللي موجوده هي الكلوروفيل A وكلوروفيل B. الايديا الاساسيه بالنسبه لاي بيجمنت من البيجمنتس دي حاجه بسيطه خالص، هي فكره
على قد ما تبان سهلة إلا إن هي مهمة جدا. فكرة البيجمنتس دي إن هم يابزورب وبعد كده يريليس. تاني، فكرة البيجمنت دي إن هم يابزورب وبعد كده يريليس، يطلع. طيب، هو هيابزورب إيه؟ هيابزورب انرجي منين؟ من اللايت. يعني هو يشوف نور، النور دوت يبتدي يعمله تشارج كأنه بيشحنه، ياخد الشحنة دي ويبتدي ان هو يستخدمها في الرياكشنز اللي المفروض بتحصل جواه. فعشان كده لما نلاقي انه مفيش نور بالنسبة للبلانت، اوتوماتيكلي مفيش ايه؟ مفيش فوتوسينثيسيس، فالبلانت يبقى ضعيف. طيب، كلوروفيل A اشهر بيجمنت واهم بيجمنت موجودة عندك. كلوروفيل الموليكولار فورمولا بتاعته C55H72O5N4Mg. فاكر المغنيسيوم اللي قلت لك عليه هنتكلم عليه بعدين ومهم قوي في الفوتوسينثيسيس؟ ادي المغنيسيوم اهو. شايف المغنيسيوم فين؟ اهو. خلاص، طيب، ادي المغنيسيوم. المغنيسيوم دوت موجود في السنتر بالنسبة للمولكيول بتاع الكلوروفيل. طيب، وبقى في ريليشن شيب مهمه قوي ما بين البريزنس بتاع المغنيسيوم في السنتر والابيليتي بتاعت الكلوروفيل انه يابزورب لايت. تمام. دي قصه طويله جدا، ولكن يعني اكيد انت حضرتك هتتعلمها في الفيزيكس في ظاهره اسمها the photoelectric effect، او يعني الظاهره الكهروضوئيه. تمام. ودي يمكن ان احنا بنبني عليها الالات الحاسبه اللي بتشتغل بالاشعه الشمسيه او بتشتغل بالنور يعني. خد بالك نقطة مهمة قوي عايزك تركز فيها، ان الستارش جرينز اللي بيحصل لها برودكشن جوه الكلوروبلاست بيكون حجمهم صغير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت دول temporary product بالنسبة للفوتوسينثيسيس. في نفس الوقت هم بسرعة جدا هيتغيروا لسوليبل شوجر عشان يحصل ترانسلوكيشن ليهم في اورجنز تانية من البلانت. يعني مش معنى انه البروسيس دي بتحصل جوه البلانت، تمام، يبقى انه انت هتنسى الشجر اللي طلع دوت وتفضل سايبه في الكلوروفيل. لا، ده بعد كده هو هيدوب يتحول لشجر عشان يقدر الترانسلوكيشن بتاعه يكون سهل. طيب، احنا كده اتكلمنا على فين بيحصل او ايه اللي بيحصل عموما، يعني محتاجين ايه؟ قال لك كمان محتاج تعرف ايه هو الاستراكشر بتاع الليف، المكان نفسه توصيفه عامل ازاي. لما تيجي كده في حاجة مهمة قوي لازم تعرف، انه structure serves function. يعني ايه structure serves function؟ يعني الستراكشر موجود عندك بيخدم الوظيفة، مش العكس. ركز في الكلمة دي، مش العكس. الستراكشر او التكوين اللي موجود عندك ده بيخدم الوظيفة. انت مش الوظيفة موجودة واحنا هنبقى نوفق لها تكوين مثلا، لا، هو التكوين موجود بالاسلوب دوت عشان يعمل الوظيفة دي. طيب، ايه بقى الادابتيشن بالنسبه لليف عشان الفوتوسينثيسيس بروس؟ طيب، خليني اقول لك على حاجه مهمه قوي قوي قوي، وسؤال ممكن تتساله في الامتحان، وممكن يجي لك سواء شورت انسر او يجي لك مالتيبل تشويسز، ايا كان اللي هو هيجي لك الصوره اللي هيجي لك بيها عامل ازاي. لازم تبقى عارف ايه الادابتيشن بالنسبه للفوتوسينثيس بروسيس اللي موجود عندك. لازم تبقى عارف انه كل اورجانيزم موجود بالطريقة دي فهو adaptation عشان يقدر يعيش. اول adaptation بالنسبة للليف، اول حاجة انه الليفز arranged موجودة في stem، والستم دي بتكون branched عشان تقدر تغطي اكبر كمية من المساحة، وبالتالي يبقى عندها exposure عالي جدا بالنسبة لللايت. كل ما يكون الاكسبوجر عالي كل ما ده احسن بالنسبة للبلانت، يعني هيقدر يعمل photosynthesis، فالريت بتاع الفوتوسينثيسيس هيبقى كويس. في نفس الوقت الليف بليد بتكون ثين وفلاتند. اوكي، هتلاقي ان الليف نفسها تكون رفيعة قوي 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 ومتساوية جدا، تمام، عشان يقدر يخليها تقدر تمتص اكبر كمية من الاضاءة. يبقى دي تاني ادابتيشن. تالت ادابتيشن، بتلاقي كمان ان الليف بليد الورقة بتاعة البلانت لما تيجي تبص عليها مثلا هتلاقي ان ورقة البلانت
دايما موجود فيها زي سبورت، والسبورت ده بنسميه الميد ريب. تمام. الميد ريب دوت، او اللي انت تقدر تعتبره يعني زي العمود الفقري بالنسبه للورق، وبتلاقي ان الميد ريب ده طالع منه فينز. تمام. والفينز دي ممكن تكون lateral veins، ممكن تكون parallel to each other مثلا، على حسب نوع البلانت اللي انت بتتكلم عليه. في نفس الوقت، رابع حاجة قالك the network of veins and venules supply the leaf with water and absorb salt from the root. يعني معنى كده انه الامتصاص اللي بيحصل، وده ارجع تاني لللسن بتاعت الستراكشرز وبتاعه التيشوز اللي احنا اخدناها السنه اللي فاتت، هتلاقي حاجه مهمه جدا، ان في ستراكشر مهم اسمه الزايلم. والزايلم حضرتك اتعلمت عنه وعرفت ان هو ده التيشو، والفانكشن بتاعته ان هو يعمل ترانسلوكيشن للووتر والمينرال من الروت للستم، بعد كده للليفز. اكيد لما تطلع تاني ثانوي احنا مش هنعدل الكلام دوت، الكلام ده واحد زي ما هو. خامس حاجة، ودي حاجة مهمة قوي، انه both الابر واللور سيرفيس بتاع الليف الاتنين متغطيين بلاير من الكيوتين، واللاير دي مهمة فوق ما انت تتخيل. يعني اللاير دي extremely important. طيب مهمة ليه؟ قالك عشان تريديوس الووتر لوس بالنسبة للبلانت except place واحد فقط. الاكسبشن ده الاستوماتا. اشمعنى الاستوماتا هي الاكسبشن؟ لانه الاستوماتا دي بيحصل فيها الجاس اكستشينج بالنسبه للبلانت، اذا هي مهمه، اذا ما ينفعش تكون مقفوله. اقفل كل بلانت، بس تعالى على الاستوماتا ما تقفلش اي حاجه، سيبها زي ما هي. طيب في نفس الوقت الاستوماتا دي تفتح وقت مثلا ما في نور، تمام، وتقفل في الضلمه. في نفس الوقت الستومata opening و closing بيكون controlled by the humidity levels اللي موجودة في الاير. نسبة الرطوبة اللي موجودة في الجو بتحدد برضو إذا كانت الستومata دي هتفتح ولا هتقفل. بمعنى إنه مثلا أنا لو الجو دوت مثلا فيه رطوبة عالية، الاستومات هتقفل. لو في رطوبة قليلة، الاستومات هتفتح ويتخرج البلان ويتخرج الووتر الموجود عندها، عشان برضو تحاول ترطب على نفسها. طيب في نفس الوقت تعالى كده نبص على الاستراكشر بالنسبة للورقة نفسها. احنا ادينا ادابتيشن بس ما اتكلمناش على الاستراكشر. في نفس الوقت انت هتلاقي ان الاستراكشر متكون من ثلاث اجزاء اساسيه. الجزء الاساسي هو الابر واللور ابيديرمس، او منطقه البشره، سواء البشره دي فوق او تحت. كلمه ابيديرمس معناها بشره. قالك each is composed of one row of adjacent barrel-shaped parenchyma cell with no chlorophyll. ركز كده معايا في الوصف، بقول لك adjacent يعني لازقين في بعض، barrel shape شكلها شبه البراميل، parenchyma cell وده نوعها. ارجع تاني كده الفيديوهات اولى ثانوي بالنسبه للتيشوز عشان تعرف البارينكيما دي عامله ازاي. ومفيش كلوروفيل، معنى ان مفيش كلوروفيل يعني مفيش فوتوسينثيسيس هيحصل خالص. تمام. في نفس الوقت الاستومata بتكون سبريد فيها في منطقه الابيديرمس، سواء upper او lower epidermis، وبالاخص اللور ابيديرمس الاستومata بتكون اكتر شويه. تمام. وفي نفس الوقت بتلاقي ان الاوتر وولز بالنسبه للسيلز دي بتكون كفر بالكيوتين. ايوه كده، ارجع لي كده، الكيوتين اللي هو كان بيكفر الليف عشان يقلل الروتر لوس، اكسبت الايه، اكسبت الاستوماتا ما بيغطيهاش اي كيوتين على الاطلاق. النوع الثالث او التيشو الثالث او الجزء الثالث هو الميزوفيل تيشو، او طبقة النسيج الوسطي. تمام. الميزوفيل ده lies between الupper والlower epidermis، بيكون transversed. يعني ايه transversed؟ يعني موجود بالعرض. تمام. by the vein. and it consists of two main layer، ليه طبقتين اساسيتين. اول طبقه هي الباليسيد لاير، والباليسيد لاير الموجوده عندك هي الطبقه اللي انا هعمل لك عليها خط بالاحمر دلوقتي،
هي دي الباليسيد لاير. وهعمل لك بالازرق هنا اهو دلوقتي، هي دي الابيديرمس اهي، عشان لو انت محتاج تميز، دي الابيديرمس اهي. كل دي اي واحدة باللون الازرق هي ابيديرمس. تعالى كده كمان نلون حاجة مهمة اوي، الباليسيد. والباليسيد تيشو دوت موجود تحت الابيديرمس. طب ليه سميناها باليسيد؟ كلمة باليسيد يعني عمادي او عمودي، يعني الخلايا دي واقفة عاملالي ايه، عاملالي شبه العواميد كده، ماسكة حيلها كده وماسكة نفسها، واقفة كده على حيلها، واقفة ايه، ماسكة نفسها. في نفس الوقت هي elongated لان هي باليسيد شبه العمود، والعمود بيكون طويل، في نفس الوقت بيكون cylindrical. تمام. تمام. وموجود فيها حاجة مهمة أوي أوي أوي، many chloroplast. عشان كده هي موجودة تحت الإبيديرمس على طول. الإبيديرمس شفافة، فلو أنا مثلا هروح جاي مثلا، تعالى كده نغير لون القلم ده، نخليه ايه على اليالو دوت شويه، او على المسفر ده شويه. تمام. لو انا نور الشمس داخل لي اهو، يعني انا هكتب مثلا هنا دي الصن، وهنا نور الشمس داخل لي، فنور الشمس يعدي الابر ابيديرمس ويدخل على ايه، يدخل على الباليسيد. طب يدخل على الباليسيد ليه؟ قال لك الباليسيد مليانه كلورو بلاست كتيره قوي، فيبقى لونها مخضر. شايف كل الحاجات الخضراء اللي احنا بنقولها، هو ده الباليسيد. خد بالك كمان من نقطة، خد بالك كمان من نقطة، ان الباليسيد تيشو موجود دايما ناحية الابر ابيديرمس، مفيش ناحية اللور ابيديرمس باليسيد تيشو كتير. ممكن تلاقي بس مش كتير، ممكن تلاقي بس ايه، بس مش كتير. طب ليه؟ لان الابر سيرفيس بتاع الليف، لما انت يكون عندك ورقة الشجر كمان كده مفرودة، تمام، وبتواجه الشمس لفوق كده. طب هي بتواجه الشمس لفوق، خلاص هي بتواجه الشمس ليه، لفوق. ينفع انا الكلوروفيل يكون موجود تحت؟ ايه اللازمة، ايه الفايده؟ مفيش اي فايده، مفيش اي لازمه خالص، ملهاش اي لازمه. ايه الفايده ان هي تكون موجوده تحت الشمس اهي؟ يبقى انا محتاج الباليسيد تيشو اللي موجود عندي دوت يكون فوق، يكون موجود في الوش، يعدي من الابيديرمس ويدخل على طول على الباليسيد تيشو اللي موجود، عشان الباليسيد تيشو اللي موجود عندك يقدر يعمل الفوتوسينثيز بروسيس بتاعته بكافة الأريحية. تمام. طيب ايه بعد كده؟ عندك حاجه تانية اسمها السبونجي لاير. فين السبونجي لاير؟ السبونجي لاير دي تعالى نديها مثلا لون ايه، تعالى نديها الانديجو دوت مثلا، او اللون البنفسجي دوت. تمام. خلاص تعالى يلا بينا، او نغير مثلا الاصفر اللي نزل دوت نرجعه انديجو تاني، وده نخليه جراي، قلم رصاص عادي زي ما كان. طيب فين بقى السبونجي؟ تمام. السبونجي موجود على طول تحت اهو. تعالى هنا، ادي الاسبونج اهو، اللي لونه بنفسجي ده شويه. واخد بالك هو موجود فين؟ موجود تحت الايه، موجود تحت الباليسيد. بس خد بالك من نقطه، الاسبونجي لاير اللي موجوده تحت الباليسيد هي لوسلي ارينجد، بعيده عن بعضها، بس ده بهدف. هي مش معنى ان هي بعيده عن بعضها ان هي ملهاش هدف، لا، ليها هدف. والهدف من كده انه تهوي، تعمل ايريشن. الايريشن ان هي تسمح ان الهواء يدخل عشان يحصل اكستشينج للجاسز اللي موجوده، يطلع مثلا كربون دايوكسيد، يدخل اكسجين، يطلع اكسجين، يدخل كربون دايوكسيد، فيبقى سهل. في نفس الوقت تقدر ان هي تتحكم في درجه حراره الليف اللي موجوده عندك، تقدر تكنترول التمبريتشر بتاعت الورقه اللي موجوده عندك. طيب في نفس الوقت هي موجود عندها كلوروبلاستس. ايه ده؟ موجود عندها كلوروبلاست؟ موجود عندها كلوروبلاست، بط، وبط كبيرة جدا جدا جدا. less chloroplasts than the palisade cell. موجود عندها كلوروبلاست اقل بكتير جدا 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 من اللي موجود في الباليسيد تيشو. طيب تعالى بقى، التيشو التالت الموجود عندك هو الفاسكولار تيشو. تمام، هو الميدريب.
الميدريب دوت هو ده اللي فيه موجود الفاسكولار باندل اللي موجود عندك، الفاسكولار باندل اللي موجود فيها الزايلم وموجود فيها الفلويم. خلاص. في نفس الوقت هنا دي موجود الفين والفينيول، دي فيها secondary primary و secondary vascular bundle. في موجود عندك الزايلم فيسل، وموجود كمان عندك الفلويم. الزايلم زي ما انت عارف من سينيور 1 يقدر يعمل ترانسبورتيشن للووتر والمينرال من الروت للستام والليف، وموجود عندك الفلويم. والفلويم يقدر ان هو ينقل لك كل السوليبل اورجانيك ماتيريال اللي موجوده عندك، تمام، كل الاورجانيك فود ستاف اللي حصل لها فورميشن في الكلورو جوه الكلوروبلاست، يقدر ياخدها وينقلها للبارتس التانية من البلانت. طيب كده انت عرفت مجموعة من الحاجات المهمة. اول حاجة من الحاجات دي هي ايه؟ هي الفوتوسينثيس بروسيس، اهميتها ايه؟ ايه التكوينات اللي بتدخل فيها؟ ايه الاساسيات اللي لازم تكون عارفها؟ عرفت كمان ايه هو تكوين الكلوروبلاست. بس كل ده احنا ما تكلمناش في الميكانيزم الاساسي بالنسبة للفوتوسينثيسيس بروسيس. ده هيكون موضوع لحلقة تانية بإذن الله. اتمنى ان الناس تكون استفادت من حلقة النهاردة. انا بحاول بقدر الامكان الحلقات ما تكونش طويلة عشان الناس اللي بتزهق، وعشان لو في اي حد مثلا عنده مشكلة انه يكون في نوع من انواع الزهق، الملل، بيتخنق. أه برضه بحاول اخلي الفيديوهات قصيرة على قد ما اقدر. اتمنى ان الناس تكون استفادت من حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب. سبسكرايب موجود تحت ببلاش فور فري، انت مش هتخسر حاجة. وفر على نفسك، اتعلم ببلاش. المجهود ده بيتقدم لك انت بكل اريحية بدون انتظار اي عائد مادي منك على الاطلاق. انشر مع كل اصحابك، تخلي الفايدة توصل لكل الناس. واشوفك في حلقات تانية. صديقي شاب تانية ثانوي، وصديقتي شابة تانية ثانوي، اشوفكم في حلقة جديدة من Biology with Arsene.